النهارده هنتكلم عن واحده من اكتر الحاجات اللي بتعطل الناس في مجالهم في مجال الفويس اوفر، وهي مشاكل الصوت. مش بس هنتكلم عن المشاكل ولكن كمان عن الاسباب والحلول وتمارين فعاله جدا. تابع لاخر الفيديو هتلاقي ان شاء الله اي مشكله عندك ليها حل. واحد، لو صوتي مكتوم ما بيطلعش زي ما انا بسمعه في دماغي، في الغالب ده بيكون بسبب حاجه اسمها shallow breathing اللي بيخلي كميه الهواء قليله فبيضغط على الاحبال الصوتيه وبيخلي الصوت ضعيف. الحل ان احنا نشتغل على تمرين التنفس من البطن او اللي اسمه diaphragmatic breathing، والزفير تطلعه في شكل حرف السين. ما تطلعش النفس. اعمل تمرين النفس على 4 عدات، شهيق 4، حبس 4، زفير 4، وراحه 4 عدات. المشكلة التانية، لو صوتك بيطلع من مناخيرك، بمعنى الصوت الأنفي. الاسم العلمي للحالة دي النيسال فويس، وده ممكن يكون بسبب انسداد فعلي زي اللحمية، أو إنك بتستخدم ريزونانس غلط في التجويف الأنفي بدل الفمي. والحل هنا إن احنا نبدأ نشتغل على بعض الحروف اللي بتطلعها من الأنف زي النون والميم، ونركز إن هي تطلع من الفم مش الأنف. زي إن أنت تنطق نا نا نا، ما مش نا نا نا، ما ركز ان هي تطلع من الفم مش الانف. ابدأ سجل لنفسك واسمع الفرق، ولو مش عارف تحدد ممكن تبعت لي وانا اقول لك لو في فرق ولا لا، واحدد لك ايه المشكله اللي عندك بالظبط. المشكله الثالثه، اللدغات وعدم وضوح مخارج الحروف. مشكله كبيره وناس كتير بتتعرض لها، ولكن هي حاجه مش مستحيله ان هي تتحل. السبب العلمي ضعف في عضلات النطق او التعود على الكلام السريع والمهمل. انت بتضغطش على مخارج حروفك اصلا كويس. الحلول عندنا ان احنا نستخدم تمرين زي الارتكليشن، نستخدم تمرين القلم ما بين الفكين، ونبدا ان احنا نردد جمل طويله شويه، وانك تسجل كل يوم لنفسك دقيقه على الاقل وتحلل الصوت والاداء اللي انت بتطلعه. المشكله الرابعه، طبقه صوتي مش عجباني، انا بتكلم بشكل يا اما حاد قوي او عميق قوي. ما تستهونش بالموضوع ده. حسب دراسه من جامعه يال ان اكتر من 38% من المستمعين بيقرروا اذا كانوا هيثقوا في الشخص من اول 7 ثواني بس بناء على طبقه الصوت. طيب الحلول ان احنا ممكن نبدا نتدرب على السلم الموسيقي دو ري مي، ونشوف المساحه الصوتيه بتاعتنا فين بالظبط، ونبدا نجرب درجات مختلفه منها ونختار الدرجه الانسب. بمعنى انا لو بتكلم من الدرجه دي ممكن ابدا ان انا اجرب الدرجه دي او اجرب الدرجه دي، كلها في مساحتي الصوتيه، وينفع ان انا اختار الدرجه الانسب للودن واللي تكون فيها طبيعي، لانها مساحتك الصوتيه انت ما سبتش طبقه كامله ورحت لغيرها. يعني انا لو بتكلم من طبقه الوسط انا ما رحتش اتكلمت من الجواب، ده فيك جدا، او رحت اتكلمت من القرار، ده فيك جدا. ولكن عشان دول مش في مساحتي الصوتيه فبنختار السلالم الاقرب لمساحتك الصوتيه والطبقه بتاعتك. ودي بقى شويه مشاكل ممكن تكون بتقابلك بشكل عام في الصوت. صوتك بيحشرك كتير، اشرب سوائل دافيه وابعد عن اللبن. صوتك فيه رعشه، ده غالبا بيكون توتر عضلي ومحتاج تتدرب على التنفس صح. صوتك بيتعب وبيرهق كتير، لازم تخلي فيه فترات راحه ما بين التسجيلات بتاعتك لو انت شغال في الفويس اوفر، او لو انت شغال في مهنه متعبه زي التدريس مثلا. لو انت مدرس فلازم تعمل فترات راحه، او شوف بدايل. لو انت مثلا بتدي دروس ممكن تبدا ان انت تستخدم مايك بيعلي الصوت عشان ما ترهقش احبالك الصوتيه فترات طويله. الخلاصه ان الصوت مش بس موهبه، هو عضله، وعضلاتك محتاجه تمرين مستمر. بس كده، في كل فيديو هتلاقيني بحاول اقدم لك علم حقيقي ومعلومات مش منتشره عشان تطور فعلا من رحلتك كمعلق صوتي. لو حسيت ان الفيديو فرق معاك ابعته لاي حد مهتم بالمجال، وما تنساش اللايك والشير، وقولوا لي في التعليقات ايه اكتر مشكله بتقابلكم في الصوت. انا كنت عايده، مدربه التعليق الصوتي.